تخيلي ان انا هخرجك في العيد بميك اب لوك كامل شيك وثابت بمنتجات كلها تحت ال 200 جنيه. تخيلتي؟ فتعالوا بقى النهارده نجرب ميك اب لوك كامل تحت ال 200 جنيه ونشوفه يستاهل ولا لا. قبل ما نبدا الفيديو تظبطوني بلايك، تشتركوا كمان في القناه لسه ما اشتركتوش، وكمان سيبوا لي كومنتاتكم الحلوه، ويلا بينا بسرعه نبدا الفيديو. انا النهارده مش هستخدم فاونديشن، هستخدم الكونسيلر ده من كليو اللي هو الشكل ده بالذات انا بحبه جدا 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 ان انا اوحد بيه شكل البشره، فهو ده اللي هستخدمه على الوش كله. الدرجه بتاعته دي رقم ميديوم، والدرجه دي ممتازه للون بشرتي. ونوزعها كده بالبيوتي بلندر. بصوا ده كده شكل البشره بعد لما وزعنا الكونسيلر ده بتاع كليو. زي ما قلت لكم انا بحبه جدا ان انا اوحد بيه شكل البشره. بصوا قمر. وللكونتور الكريمي، الكونتور ده من ال جيرل، بحبه جدا 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 جدا. الدرجه اللي معايا دي رقم ميديوم، وهو بيكون درجتين، درجه غامقه كده ودرجه فاتحه. البيجمنت بتاعته حلوه جدا ودمجه سهل جدا جدا جدا. بصوا بقى على حلاوة توزيع الكونتور. بصوا هو خلاص كده اندمج، الدمج بتاعه خطير. وللبلاشر كريمي، البلاشر ده بتاع اماندا، هو ده حرفيا ما بيخلص، كميته حلوة جدا، بيقعد معاكي وقت كتير جدا. البيجمنت بتاعته خطيرة جدا. الدرجة اللي معايا دي رقم 4. بصوا النقطة دي هي دي اللي هنستخدمها، احنا مش محتاجين منه اكتر من كده. نيجي بقى للكونسيلر، وبرده هستخدم الكونسيلر ده من كليو. بصوا انا معايا الشكلين، الشكل ده والشكل ده، بس ده بحبه اكتر للوش كله وده بحبه اكتر ككونسيلر. الدرجة دي لايت، هاخده كده بفرشة عشان ما نكترش. نيجي بقى للباودر. انا مش هستخدم لوز باودر لان الباودر بتاعت لونا دي لو عندك انت مش محتاجه لوز باودر، هيبقى عندك لوز باودر وكومباكت باودر في باودر واحده. ده كده بيكون شكلها. الدرجه اللي معايا دي رقم 606، وده كده شكل الدرجه. حلوه جدا جدا للتثبيت بتاع الوش، ما بتحتاجيش حقيقي لو هي معاكي ما بتحتاجيش لوز باودر، خفيفه جدا جدا على الوش، وكمان ليها كفر. تعالوا بقى نثبت كده واوريكم الجمال بتاعها. هي بتقوم بمهمة اللوز باودر والكومباكت باودر، ولا بتغير ولا بتقفش على الوش. بصوا تحت العين خطيرة. وللكونتور الباودر هستخدم الكونتور ده من لوريال، بيكون كده جزئين، جزء فيه كونتور ودي درجة هايلايتر. والبلاشر ده من ريفوليوشن، حلو قوي وهيوفر عليكي كتير، هيوفر عليكي هايلايتر لان الهايلايتر فيه برضو حلو جدا. بصوا دي درجة البلاشر. الدرجة اللي معايا دي اسمها كيوت، ودي درجة الهايلايتر، وده اللي هنستخدمه النهاردة. فهو انت معاكي منتج بأقل من 200 جنيه وفيه حاجتين، يعني هيوفر عليكي بلاشر وهايلايتر. باليت الاي شادو دي انا اول مره هجربها معاكم، وهتفاجئ زيكم اذا كانت حلوه ولا لا. دي كده شكلها، دي من ريمال، بيكون فيها 4 درجات كده، ودول دي هايلايتر ودي زي درجه هايلايتر كده كريمي. فهاخد اول حاجه فرشه دمج كده واسعه، وهاخد الدرجه دي كلون انتقالي. والله اللون واضح وحلو يعني. الباليت دي هتبقى ممتازه للبنات اللي بتروح الجامعه وبتحب بس البنيات، وهتبقى كمان ممتازة للشغل او في العموم البنات اللي بتحب البنيات بس ما بتحبش تحط الوان تانية يعني. بصوا اللون كلون انتقالي واضح جدا. انا هحطه على جفن العين كله. هاخد بقى فرشة صغيرة والدرجة الغامقة دي هبتدي احطها كده في اخر العين. هرجع بقى لفرشة الدمج وهاخد اللون الفاتح كده، عايزة ادمج بس كده الاطراف، وباللون البني الغامق هحط كده منه في نص العين بس كده من تحت. اللون الفاتح الشمر ده هاخده احطه كده في اول العين. واو، ما كنتش متخيلة كده. واحط منه هنا كمان، وهاخد الدرجة الشمر الغامقة دي كده
وهحطها بقى في نص العين. بصوا هي الشمر واضح بس غامقة شوية، فانا هحط بقى عليها من الدرجة الفاتحة، يعني هاخد من الدرجة دي كده بايدي واحط عليها كده. اوكي. بالنسبة للماسكارا، الماسكارا دي لاش برنسس بتاعت اسنس، انا كنت لسه جايباها من على نون، انا كنت جايباها 100 وحاجة، فاحتمال كبير قوي تطلع كوبي، بس هي حتى لو كوبي على فكرة والله حلوة قوي. فتعالوا اوريكم شكلها عامل ازاي. انا حاولت افرق ما بينها وما بين الاوريجينال اللي معايا، مش لاقي اي فرق. بصوا شكلها على الرموش، بصوا ده كده شكل الماسكارا. انا شايفاها حلوه جدا واستخدمتها كذا مره، ما عملتليش مشاكل او حسست لي عيني، فهي حتى لو كوبي هي عجباني بصراحه. هنرجع تاني للكومباكت باودر بتاعت لونا وهحدد بيها الكونتور. وهستخدم الفيكس سبراي ده من كاتريس، ده كده شكله يهدي بقى معايا شكل الباودر. نيجي بقى للكحل، وهستخدم الكحل ده بتاع روز بيري درجة 105. ايه رأيكم؟ خطير. نيجي بقى للروج. اول حاجة هحدد شفايفي بالليب لاينر ده بتاع MN رقم 4، وهستخدم الروج ده من سبال رقم 108، وعليه هحط الجلوس ده بتاع ساندرا درجة ساندرا 80. هنيجي بقى للهايلايتر، وهستخدم الهايلايتر اللي في الباليت بتاعة ريفوليوشن، وبفرشة بقى صغننة نحط كده تحت الحاجب. وبس كده نكون خلصنا ده كده اللوك. انا على فكره عندي منتجات تاني سعرها في حدود ال 200 جنيه او كمان اقل، فلو حابين جزء تاني من الفيديو ده اكيد اكتبوا لي، واكتبوا لي بقى رايكم على اللوك النهارده. وعلى فكره الباليت بتاعه الاي شادو دي لو انت بتحبي الالوان البنيات خطيره، انا مش عارفه بصراحه في منها درجات تاني ولا لا، بس دي حلوه جدا. بس كده حبايب قلب فيديو النهارده يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. لو عجبكم الفيديو تظبطوني بلايك، تشتركوا كمان في القناه لسه ما اشتركتوش، وسيبوا لي كومنتاتكم الحلوه. اشوفكم في فيديو جديد، باي.